احنا بدون الدولة الإسلامية يعني الحقيقة كنا وشفنا مرينا بظروف يعني الحقيقة صعبة حيل. احنا وعشائرنا يعني بنقول عشائرنا كل العرب، فما نريد نطيل عليكم. احنا مع الدولة الإسلامية بكل شيء، نقاتل الأعداء، نقاتل الروافض ونقاتل البيشمركة، واحنا وياكم، ما نقول وياكم بالحكي. التجربة أكبر برهان، اخونا وش نسوي؟ وهذا العرب كلهم اخوتي وعمامي، ما اقول لك انا على طيب، اخوتي كلهم حاضرين، واقدر اقول لك كلهم نفس الشعور. احنا ما نقبل بيشمركة يطبنا، ولا نقبل حشد يطبهن، ولا نقبل الروافض يجوا. اننا ننبذ الارهاب وننبذ الطائفية، وان قبيلتنا لها جذورها التاريخية وامتداداتها مع الاخوة في الجنوب، واهلنا من ابناء المذهب الشيعي الجعفري الذي ننظر اليه كاخ، وهو ايضا ينظر الى ابناء المذهب السني بنفس النظرة والشعور. وإن ما بثه تنظيم داعش الإرهابي من تسجيل مصور قبل أكثر من عام لشيوخ عشائر نينوى والأسيرة كان تحت التهديد وبالإكراه لي شخصيا وأغلب الشيوخ، ولا إرادة لنا جميعا على رفضه، لأن عدم تنفيذ رغبتهم سيكون مصيرنا الموت. وما قلته ضد قوات البيشمركة البطلة وأهلنا في الجنوب هو ما أجبروني على قوله، لأن يعلم الجميع من أخواننا الكرد إننا نتمتع بعلاقات اجتماعية ومصاهرة معهم خالة وابن أخت منذ عشرات السنين، وكذلك صلة دم وقربة وعلاقات اجتماعية مع أهلنا شيعة سيدنا علي عليه السلام في الفرات الأوسط والجنوب تمنعنا من الخطأ بحقهم بأي كلام يجرح مشاعرهم وكل أطياف وألوان الشعب العراقي العزيز على قلوبنا. اللهم أني قد بلغت